السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة اوعدكم هتعملوا وهتاكلوا احلى صينية رقاق عملتوها في حياتكم. ما هي مش بالطريقة العادية اللي انتم متعودين عليها، دي بطريقة جدتي الله يرحمها. كانت ليها تكات كده في صينية الرقاق ما شفتهاش عند حد تاني، بتخلي صينية الرقاق كده طعمها يجنن، ليها ريحة ونفس كده من بتوع ايام زمان، اللي الريحة كده تاخدنا لعالم تاني. كانت الله يرحمها اشطر واحدة تعملها في ستات العيلة، وانا كمان ضفت لها اضافة كده من عندي خلت صينية الرقاق احلى واحلى، خلتها مقرمشه وهشه جدا من بره وطريه وزي الفطير من جوه. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا نبدا في الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله. هنبدا الفيديو بتاعنا، واول حاجه هنبدا بيها هو العصاج. طاسه كده على النار هنحط فيها معلقه من السمنه وكمان معلقه ونص كده من الزيت. هسيبهم لما يسخنوا جامد، وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من اللحمه. انا في الاول يا جماعه بعمل صدمه كده للحمه علشان تنزل اي زفاره فيها قبل ما نحط البصل عليها. بفضل اقلب كده في اللحمه لحد ما تفلفل وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تفك من بعضها كده وتفلفل. بصوا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس انا زودت كمان ربع كيلو من اللحمه علشان انا هعمل صينيتين. نص كيلو اللحمه يعمل صينيه كبيره قوي او صاج كبير، كيلو الا ربع يعمل لك صينيتين كبار او صاجين كبار. اول سر من اسرار جدتي كانت بتعصر كده حبايتين من الطماطم او تبشرهم وتحطهم على اللحمه في البدايه كده من اول ما بتبدا تعصجها. الطماطم بتعمل ايه؟ بتشد اي زفاره موجوده في اللحمه وبتخلي ريحتها حلوه قوي حتى من قبل ما نحط لها لا توابل ولا بصل ولا اي حاجه. هسيب كده اللحمه تغلي كده مع الطماطم وتشرب كده من صوص الطماطم وتتشال منها اي زفاره لحد ما تفلفل وتكون بالشكل ده كده. خلاص شربت الطماطم والطماطم شدت او امتصت اي زفاره موجوده في اللحمه، وكمان ميه اللحمه نزلتها وشربتها وكده بقت تمام. في الوقت ده كده اول ما الاقي اللحمه بقت بالشكل ده هنزل عليها بالبصل المفروم او المبشور. انا هنا حطيت 6 بصلات كبار علشان انا مزوده كميه اللحمه المفرومه. انت اللي هتعملي نص كيلو من اللحمه المفرومه هتحطي عليه 4 بصلات كبار او 3 بصلات على حسب بقى بتحبي المفروم كتير او قليل. عايزه العصاج يزيد معاكي ولا لا براحتك. البصل ده حاجه حسب ما انت عايزه. اول ما البصل يبدا يدبل كده واشم ريحته هنبدا نتبل العصاج بتاعنا. معلقه كبيره من اللحمه المفرومه، رشه صغيره كده من السبع بهارات، رشه صغيره كده من الفلفل الاسود، رشه صغيره من ورق اللورا على الحبهان مطحونين على بعض، ورشه صغيره كده من جوز الطيب او الكباب الصيني. ونقلب كده التوابل مع البصل مع اللحمه لحد ما نبدا نشم ريحه التوابل. كده انا خلاص خلصت العصاج يا جماعه وريحته تجنن. والتركه بتاعت جدتي ان احنا نحط حبيتين طماطم كده في العصاج، مش بيلونوا العصاج ولا بيخلوه احمر، لكن في نفس الوقت بيخلي ريحته حلوه قوي. نركن كده العصاج على جنب وتعالوا اقول لكم السر التاني من اسرار جدتي. طاسه كده على النار ونحط فيها معلقه من السمنه. التكه دي يا جماعه اهم تكه في صينيه الرقاق. ونحط عليها كمان معلقه كده من الزيت، ونحط عليها بصلايه صغننه كده متقطعه ناعم قوي او مفروم ناعم خالص. وهقلب البصلايه كده لحد ما لونها يصفر، ما تحمريهاش، احنا عايزينها لونها يصفر بس ريحتها تطلع. وبعد كده هجيب فص صغير كده او متوسط من الثوم بفرمه ناعم وبنزل على البصله والسمنه اللي موجوده معايا في الطاسه. جربوا التكه دي وهتحلفوا ان انتوا ما اكلتوش رقاق قبل كده. وبعد كده هننزل بحوالي 3 أو 4 حبات كده من عصير الطماطم معصورين ومتصفيين، وهقلب الطماطم مع البصل مع الثوم واسيبهم لما يغلوا كده ويقصروا او يتصلصوا او يبقوا صلصه قوامها سميك. بصوا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، شربت الميه اللي فيها خالص وبقت عامله زي صلصه المكرونه كده. كانت جدتي بتسميها تحقيقه الرقاق. حاجه كده يا جماعه للناس اللي بتحب الاكل على مزاج، بتخلي ريحه الشوربه بتاعه الرقاق حاجه كده تحفه. وبعد كده نبدا نتبل التسبيكه او التحقيقه اللي احنا عملناها بتاعه الشوربه. بحط كده حبه من الملح وكمان حبه كده من الورق اللورا على الحبهان وشويه صغيرين كده من الفلفل الاسود، وبقلب التوابل كده مع التسبيكه اللي احنا عملناها. واول ما ريحه التوابل كده تبدا تظهر ابدا ازود الشوربه بقى اللي احنا هنستخدمها في تسقيه الرقاق. لو الشوربه بتاعتك دسمه كده بتاعت لحمه ضاني او بتاعت بط او بتاعت اي حاجه كده سمينه وفيها نسبه عاليه من الدسم، ما تحطيش اي سمنه او اي حاجه تانية على الشوربه. لكن لو الشوربه بتاعتك خفيفه او ما فيهاش دسم كفايه زودي للشوربه كمان معلقه ولا معلقتين من السمنه البلدي. وفي الاخر بقى كده التكه اللي انا بضيفها بحط معلقه كبيره من البيكنج باودر على الشوربه، بتخلي الرقاق بتاعنا مورق من جوه كده وحلو قوي. انا طبعا علشان عامله صينيتين فحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر. انت لو هتعملي صينيه واحده هتحطي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وطبعا كميه الشوربه هتكون اقل من كده. كده تمام. انا جهزت الشوربه بالتسبيكه او التحقيقه زي ما كانت ستي بتقول عليها، وهنبدا بقى نشوف هنعمل صينيه الرقاق ازاي.
انا هنا هعمل صينيتين، اكبر مقاس في الصواني المدوره في طقم الصواني، وهعمل كمان صاج. هنا جبت الصينيه اهيت المدوره وهدهنها كده كويس من الارضيه بتاعتها بشويه كده من السمنه. والتركه بتاعتي بقى او الاضافه بتاعتي اللي بتخلي رقاق مقرمش كده وهش من بره الجلاش. هنجيب كام ورقه بس من الجلاش مش اكتر، يعني على حسب الصينيه وعلى حسب حجم الصينيه. انا هنا الصينيه بتاعتي اكبر مقاس في الصواني، هحط لها 4 ورقات من الجلاش. بفرد كده نص الورقه في الصينيه من تحت، وبقيه الورقه بطلعها بره الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حتى كمان انا ما استخدمتش 4 ولا حاجه، انا استخدمت 3 ورقات بس وجزء صغير كده بس، كملت الداير كده بتاع الصينيه، يعني حوالي 3 ورقات ونص مش اكتر. وبعد كده هزقيهم بحبه سمنه كده صغيرين. انا مش هكتر سمنه يا جماعه في الرقاق، لان انا الشوربه بتاعتي كانت دسمه واحنا حطينا سمنه بما فيه الكفايه، فاحط لها حاجات بسيطه جدا من السمنه. وبعد كده بقى بجيب الرقاق وببدا اسقسقه كده او ابله في الشوربه زي ما احنا كلنا متعودين بالطريقه التقليديه العاديه خالص اللي احنا بنعملها. كتير بيتلخبط وبيبقى مش عارف بنحط كام ورقه تحت او كام وحده رقاقه وكام وحده رقاقه فوق. بصوا يا جماعه على حسب نوع الرقاق اللي انتوا بتستخدموه. لو الرقاق اللي انتوا بتستخدموه تخين كده زي اللي انا بستخدمه، هتحطي 3 ورقات تحت او 3 رقاقات تحت و3 فوق. طيب هو رفيع كده وسمك رفيع، بتحطي 4 تحت و4 فوق. وطبعا احنا واحنا بنسقيه كده بالشوربه مش بنبله قوي قوي ونخليه طري، بنحاول ان احنا بس نبله ونخليه مقرمش فيه سنه قرمشه كده علشان الصينيه ما تعجنش مننا احنا بنسويها. انا كده حطيت 3 ورقات من الجلاش تحت، وبعد كده حطيت 3 وحدات من الرقاق، وبعد كده فردت العصاج عليها في النص. وطبعا كميه العصاج حسب ما انتوا بتحبوا العصاج كتير زودي شويه، بتحبوا العصاج قليل، انا اولادي وجوزي بيحبوا العصاج ما يكونش كتير قوي في صينيه الرقاق، فانا بحط كميه كده متوسط. وبعد كده هنبدا نسقي او نسقسق كده الرقاق، ونحط كده ما بين واحده وواحده حاجه بسيطه جدا من السمن. وبعد كده هنبدا بقى نلف كده ورق الجلاش على وش الصينيه، وكل ما نتني كده ورقتين او نلمهم نحط حاجه بسيطه كده من السمن. وفي النهايه كده بحط ورقه جلاش واحده علشان اسوي بيها وش الصينيه، تكون الصينيه شكلها حلو. طب ايه فايده الجلاش اللي انت حطيتيه ده يا دنيا؟ اولا بيخلي شكل الصينيه متساوي وحلو قوي، بعكس الرقاق بيكون مكسر كده ومنعكش على وشها. ثانيا بيخلي صينيه الرقاق مقرمشه وهشه خالص من بره. بعد ما فردت الورقه عليها وسويتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دهنت وش الجلاشه كده او وش صينيه الرقاق من فوق بمسحه سمنه خفيفه كده. وبعد كده هنبدا نقطع صينيه الرقاق عادي خالص زي ما احنا متعودين. في النهايه كده بجيب كوبايه من الحليب او اللبن وبحط عليها شويه من الشوربه طبعا اللي كنت بسقي بيها الرقاق، وهقلبهم كده وهبدا اسقي بيهم صينيه الرقاق قبل ما ادخلها الفرن. طيب الكميه دي يا جماعه على صينيتين انا هعملهم، فانتم لو هتعملوا صينيه واحده هتحطي نص كوبايه من الحليب عليها نص كوبايه من الشوربه، وتسقي الصينيه كده لحد ما تحسي ان هي اتشربت من الخليط اللي انت عملتيه، وتحاولي تلفي عليها كده داير ما يدور علشان تشرب كل الخليط اللي احنا عملناه. التسويه بقى بنكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه. الرقاق او الجلاش بيحب يدخل على فرن يكون سخن على درجه حراره 190. بحطها في الرف اللي في النص. اول ما بلاقي الاطراف بدات تحمر كده وتاخد لون، بعرف ان هي خلاص بدات تاخد لون من تحت او احمرت من تحت. بعد كده بطفي من تحت وبشغل لها الشوايه لحد ما تاخد لون حلو من فوق. وهنا الرقاق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بجد يا جماعه تحفه، مقرمش جدا من بره وطري وعامل زي الفطير من جوه. كل اللي هيدوقه هيقولك انت عملتيه ازاي. اللي عجبته الوصفه يا ريت يعمل لي لايك. كل اللي جرب كده حاجه من حاجاتي او عجبته الوصفه دي وعملها وطبقها وطلعت معاه حلوه، يا ريت تصوروها وتبعتوها لي كده على صفحتي على الفيسبوك. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.